اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات اسك تو بي. معاكم عمرو عماد، والنهارده انا جاي اقول لكم حاجتين مهمين جدا. اول حاجه اهم العروض اللي موجوده معانا في تو بي في شهر 6. تاني حاجه معلومه مهمه جدا عشان تحافظ على تليفونك. يلا بينا. النهارده احنا معانا محمود هيحكي لنا بالتفصيل كل عروض التقسيط المتاحه في تو بي خلال شهر 6. عايزين نعرف يا محمود ايه هي العروض المتاحه من خلال التقسيط في تو بي خلال شهر 6. اول عرض موجود عندنا 24 شهر بدون فوائد على جميع البنوك. تمام، يعني انا لو معايا كريدت كارد تبع اي بنك اقدر اقسط مع تو بي 24 شهر بدون فايده. طيب بستفيد بالعرض اللي موجود لو في خصم على منتج ولا بشتريه بالسعر الرسمي؟ طبعا بستفيد بالخصومات والاسعار اللي موجوده عندنا من خلال الويب سايت. تقدر تستفيد من خلال الويب سايت او من خلال الفروع، يعني اونلاين واوفلاين الاثنين بستفيد بعرض 24 شهر. تمام. طيب لو انا مش معايا كريدت كارد وعايز اقسط برضه هنروح للحل البديل على طول مع فاليو 12 شهر بدون فوائد، وتقدر تستفيد بالعروض والخصومات اللي موجوده عندنا سواء من خلال الويب سايت او الموبايل ابلكيشن او الفروع. يعني برضه فاليو نفس القصه زي الكريدت كارد بتاعت اي بنك، اقدر اقسط معاها 12 شهر بدون اي فايده سواء من الفرع او اونلاين، وكمان بشتري بالسعر بتاع الخصم، صح كده؟ تمام. ايه تاني حاجات متاحه؟ عندنا برضو عرض قوي جدا مع سهوله 12 شهر بدون فوائد، ده برضو تقدر تستفيد بيه من خلال الفروع ومن خلال الويب سايت، وتستفيد بسعر الخصومات باسعار الخصومات اللي موجوده عندنا، وكمان تقدر تستفيد مع عرض 18 شهر و24 شهر بدون مصاريف اداريه مع سهوله. محمود ايه العروض المتاحه معانا كمان؟ عندنا كمان 12 شهر بدون فوائد مع امان في جميع فروعنا. يعني انا دلوقتي لو معايا كريدت كارد بتاع اي بنك اقدر اقسط 24 شهر بدون اي فايده، طبعا ده بسعر الخصم. تمام كده اونلاين او اوفلاين، معايا فاليو اقدر اقسط من خلاله 12 شهر، امان، سهوله، كل ده متاح بالنسبه لي. تمام يا محمود، شكرا جدا. شكرا. بعد ما عرفنا كل طرق التقسيط سواء لو معاك كريدت كارد تبع اي بنك او من خلال شركه من شركات التقسيط، تعال اقول لك بقى ازاي تحافظ على تليفونك. حاجتين مهمين جدا لازم تركز فيهم جدا وانت بتشحن التليفون بتاعك عشان ما يبوظ. اول حاجه التليفون بتاعك المفروض الشحن بتاعه ما يعديش نسبه ال 85%. يعني انا بشحن التليفون بتاعي اول ما اوصل ل 85% لازم اشيله من على البطاريه. طيب ده ليه؟ عشان احافظ على العمر الافتراضي للبطاريه تقعد معايا فتره اطول. طيب تاني حاجه مهمه جدا ان ما اسيبش الشاحن في الموبايل بعد الشحن، يعني ما ادخلش انام واحط الموبايل على الشاحن. طيب ده ايه اضراره او ايه المشاكل بتاعته؟ اي موبايل ليه لايف تايم لمرات الشحن بتاعته. يعني لو نفترض مثلا ان موبايل نوت سامسونج، النوت ده اعداد الشحنات بتاعته 5000 شحنه. ال 5000 شحنه دول انا كل مره بحط الشاحن في الموبايل ده بيقلل العمر الافتراضي للشحنات، فبالتالي ولا تسيب الموبايل على الشاحن طول الليل، اشحنه بقدر المستطاع بتاعك او قدر الحاجه بتاعتك ليه. ثاني حاجه تشيل الشاحن من الموبايل قبل ما يكمل 85%. بس كده. استنونا في حلقه جديده من حلقات اسك تو بي، وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد.